السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل اسهل صينية فراخ ممكن تعمليها على الواقف، مش هتاخد 10 دقايق. هنجيب بصلة مبشورة وطماطم مبشورة، هنحط ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، بهارات، كاري، اي توابل عندك حطيها، ما تتأيديش بحاجة. وهنحط نص ليمونة وشوية زيت، اي توابل عندك هتقضي الغرض، مفيش حاجة معينة. هتقلبيها كويس جدا، وهنجيب الفراخ بتاعتنا اللي احنا نخزنها بلا ملح وليمون، ونقعينها وسايبينها تصفى تماما، ما فيهاش اي ميه خالص. وعندنا بصل وطماطم وفلفل، حطيت عليهم ملح وفلفل اسود، وهنحطوهم في ارضية البايركس، هيعمل لنا صوص جميل قوي. ينفع بقى جنبه رز ابيض، مكرونه محمره بشوربه. هنا هنقلب الفراخ في التتبيله اللي احنا عاملينها، وهندخلها في قلبها كويس، تحت الجلد وبره الجلد وفي كل حته. بعد ما عملنا تبلنا الفراخ بالخلطه اللي احنا عاملاها، هنحطها في هنحطها في البايركس بتاعنا اللي هندخله الفرن. دي اسهل واسرع حاجه ممكن تعمليها، مش هتاخد 10 دقايق في ايدك. رصيناها في البايركس، وهنحط لها نص كوبايه ميه كده في الارضيه عشان يعمل لنا صوص. لو انت بقى حابه تنشفيها في الفرن، سيبيها بقى لحد ما تنشف. شايفين شكلها لما طلعت عامله ازاي؟ شكلها جميل. وعملنا جنبيها طبق شوربه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.